هنعمل مع بعض طاجن شوكليت كيك تاكله كده من الطاجن على طول. ويلا بينا نلبس المريالة ونبدأ شغل. هنجيب مكعبات دارك شوكليت، نحط عليها مكعبات زبدة مش مملحة وناخدها ونروح بيها على الميكروويف حوالي 30 ثانية. ممكن تحتاج اكتر لان زي ما انتم شايفين لما بنحطهم مع بعض الزبدة بتسيح اسرع من الشوكليت، فهتحتاج وقت زيادة، او ممكن من الاول تسيحوا الزبدة لوحدها والشوكليت لوحدها. هنبدأ بقى نعمل كده مزج للمكونين دول مع بعض، نقلبهم كويس لحد ما نتأكد ان هما سيحوا خالص زي ما احنا شايفين بالشكل ده. خلاص بقى مزجناهم وسيحناهم، نجيب 3 بيضات بتوعنا ونحطهم ونبدأ بالويسك نقلبهم كويس. زي ما انتم شايفين لسه في بياض متبقي، عشان كده لازم ناخد بالنا واحنا بنقلب البيض في الشوكليت ان هو داب خالص، الصفار والبياض دابوا تماما. هنجيب بقى الفانيليا بتاعتنا، مش عايزه اقول لكم انا بحطها ريحتها كانت تحفه مع الشوكولاته، بجد كانت جميله قوي. وبعدين بعد ما قلبناها هنبدا بقى نحط القرفه والاسبريسو والملح، نحطهم كده بالتتابع مع بعض ونبدا نقلبهم كويس جدا مع مزيج الشوكليت بتاعنا لحد ما يدوب. خلصنا الموضوع ده هنجيب بقى الدقيق بتاعنا. طبعا احنا المكونات هنبقى كاتبينها لكم في الديسكريبشن. جبنا الدقيق ونخلناه، وبعدين جبنا السكر البودرة ونخلناه كمان فوق الشوكولاتة بتاعتنا. هنبدأ بقى نقلبهم واحدة واحدة. طبعا انا بدأت بالويسك عادي جدا واحنا شغالين ان احنا نغير الادوات اللي بنشتغل بيها، وبعد كده بدأت اقلب وناخد الحاجات اللي في الجوانب، الدقيق والسكر اللي لسه متبقيين في الجوانب، ونقلب كويس لحد ما زي ما انتم شايفين يمتزجوا مع بعضهم خالص ويبقى الملمس بتاعها جلوسي. زي ما انتم شايفين انا صورتها لكم من قريب عشان تشوفوا شكلها عامل ازاي. هنجيب بقى الطواجن بتاعتنا، وطبعا الاحسن ان احنا نظبط الطواجن من قبل ما نعمل الشوكليت بتاعتنا. انا جبت الطواجن وجبت كمان القوالب الالومنيا عشان لو كمية طلعت اكتر من الطواجن دهنتها بالزيت. وبعدين جبت الكاكاو وبدأت اوزع الكاكاو كويس جدا في كل طاجن. طبعا بنوزعه واي حاجة بتتبقى بنفضها من الطاجن زي ما انتوا شفتوا كده، متسيبوش كتل كاكاو موجودة في الطاجن بتاعنا. وبعدين بالمعلقة او بالويسك، انا بصراحة حبيت الويسك زي كده المعلقة الخشب اللي بنغرف بيها العسل، باخده كده وبسيبه لحد ما ينزل خالص براحته في الطاجن بتاعنا ويتظبط عليه وياخد الكمية المناسبة. بالمنديل بقى ونمسح الحاجات الزيادة اللي على الطاجن لان الناس هتاكل من الطاجن على طول، ونحطه في صينية ونروح بيه على الفرن ونسيبه لمدة 20 دقيقة على حسب الفرن بتاعك، ممكن تحتاجي اكتر. طبعا هتقب وتنفش لفوق. وهنبدأ دلوقتي نطلعها بالمعلقة. الطعم مش عارفة اوصفه لكم، انتوا ان شاء الله لما تعملوها هتدوقوه هيعجبكم جدا. في الفرن لمدة 20 دقيقة او اكتر على درجة حرارة من 200 ل 400. طبعا كل واحد اضرب الفرن بتاعه، الافضل ان انت تجربي لو اول مرة بتحطي الوصفة دي في الفرن. على فكرة الوصفة دي لو قعدت يوم تقدري تاخديها وتحطيها في الميكروويف، هتبصي تلاقيها ساحت وبقت جامدة جدا. والف هنا، ويلا ناكل من جوه الحلة.